أهلا بحضراتكم. مفاجأة كبيرة في قرارات اتحاد الكرة بعد اجتماعه اليوم، واللي كانت نتيجة لشد وجذب الفترة الماضية واستقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة اعتراضا على بعض الأمور. وكان القرار الأبرز من اتحاد الكرة هو وقف التعامل تماما مع رئيس نادي الزمالك، وكمان إحالته بسبب تجاوزاته للجنة الانضباط، بالإضافة لمجموعة قرارات عاجلة وجريئة جدا هنستعرضها لحضراتكم. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم إيقاف التعامل مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب التجاوزات الأخيرة من قبل رئيس القلعة البيضاء. وجاء القرار في بيان رسمي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث جاء في البيان إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد حال استمرار تلك التجاوزات. وطالب الاتحاد المصري من المجلس الأعلى للإعلام التعامل مع تجاوزات رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور التي كانت خلال الأيام القليلة الماضية عبر قناة الزمالك. وجاءت بقية قرارات المجلس كالتالي: أيضا عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث أن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة. كما يؤكد المجلس على جميع صلاحيات لجنة الانضباط والأخلاق طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات. إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد حال استمرار تلك التجاوزات. ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك. وتم أيضا عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء التحكيم أجانب، وجاري التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية. وأيضا الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بعد مراجعة الجهة الإدارية. والموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك رئيس لجنة الحكام السابق بعد الموافقة على الاستقالة والمراجعة من الجهة الإدارية. عقد مؤتمر صحفي لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وخطة للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة. طبعا هذه القرارات أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي بعد ما كانت تلك الملفات التي تترك لها اتحاد الكرة محل جدل خلال الفترة الماضية وشغلت الساحة الإعلامية، وما زلنا متابعين الأحداث ومتابعين ردود الأفعال على تلك القرارات، خصوصا رد فعل رئيس الزمالك. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.